عمرك وقفت قدام خبر بيقول ستاندرد اند بورز ترفع التأمين الائتماني المصري وقلت لنفسك يعني ايه الكلام ده؟ وده اصلا بيأثر علينا احنا كناس عادية في ايه؟ طب خليني اقول لك ان الرقم اللي بيتقال في الخبر ده ممكن يكون هو السبب ان اسعار السلع تزيد او تقل والاستثمار يزيد او يهرب منه. النهارده معانا معلومة جديدة في البيزنس واللي عنوانها ايه هي حكاية ستاندرد اند بورز وايه معنى ان مصر تصنيفها الائتماني يتحسن، وتعالى نفهم ببساطة مع بعض يعني ايه تصنيف ائتماني اصلا وليه لما مصر تصنيفها يعلى الدنيا كلها بتسعى. انا حمدي جد الله وانت هنا بتتعلم اداره. بص يا عزيزي، في 3 مؤسسات عالميه كبار بيسموهم وكالات التصنيف الائتماني وهم ستاندرد اند بورز، موديز، فيتش، ودول ببساطه بيعملوا حاجه اسمها الكريدت ريتنج او التصنيف الائتماني، ودي طريقه بيقيسوا بيها مدى قدره الشركه او الدوله على سداد التزاماتها الماليه. يعني لو مصر قررت انها تستلف من الخارج، المستثمرين عايزين يعرفوا هل البلد دي تقدر ترد الفلوس في ميعادها ولا الموضوع ده فيه مخاطر. ودرجات التصنيف الائتماني عند ستاندرد اند بورز كالتالي: اول تصنيف عندهم AAA اللي هو تريبل اي، وده معناه سريعا ان ده اعلى درجه امان، وده بيشير الى ان الدوله دي امنه جدا، مفيش تقريبا احتمالات للتعثر، يعني اديها قروض وانت مطمن. التصنيف اللي بعد كده AA اللي هو دبل اي او AA بلس او AA ماينس، ده معناه انه تصنيف ممتاز جدا، الدوله دي قويه ماليا جدا بس مش لدرجه الكمال، لدرجه اللي هو التصنيف بتاع التريبل اي. التصنيف اللي بعد كده حرف الاي لوحده بقى A او A بلس او A ماينس، ودي معناها العام انها دوله قويه، مش قويه جدا بس قويه، عندها قدره قويه جدا على السداد، لكن ممكن تتاثر شويه بالظروف الاقتصاديه بس دوله قويه. بعد كده عندنا تصنيف تريبل بي تريبل بي او تريبل بي ماينس او تريبل بي بلس، اي حاجه من الثلاثه دول معناها الاستثمار في البلد دي مقبول وامن، يعني ينفع تستثمر في البلد دي بنسبه ثقه كويس. التصنيف اللي بعد كده بي دبل بي او دبل بي بلس او دبل بي ماينس، وده معناه الشركه دي او البلد دي مخاطرها متوسطه. خد بالك كل تصنيف احنا عمالين بنقل، ده هنا البلد دي مخاطرها متوسطه، يعني الدوله دي عندها مخاطر بس ممكن تحول المخاطر دي لفرص. بعد كده بي بس، بي او بي ماينس او بي بلس، ودي معناها انها دوله ذات مخاطر عاليه، البلد دي بتواجه تحديات ماليه واقتصاديه كبيره جدا. التصنيف اللي بعد كده سي او سي او تريبل سي او دبل سي او تريبل سي، اي حاجه سي فالدوله دي وضعها ضعيف جدا، في احتماليه كبيره قوي لعدم السداد، ما يقدروش يسدوا القرض اللي خدوه. اخر حاجه حرف الدي او الديفولت، ده الدوله دي خلاص حصل فيها تعثر، يمكن يكون حصل فيها افلاس، مش هتقدر تسدد القروض اوريدي. طب لما ستاندرد اند بورز ترفع التصنيف الائتماني المصري لبي بنظره مستقره او ستيبل اوتلوك، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مصر لسه بتقع في فئه المخاطره، بس التحسن بيقول ان الاتجاه ايجابي والاقتصاد في طريقه للاستقرار. طب ايه بقى حوار الحرف بنظره مستقره دي؟ يعني ما قالش رفعت التصنيف الائتماني المصري البي وسكت، لا قال لك بنظره مستقره. انا اقول لك يا صديقي، لما ستاندرد اند بورز بتديك درجه فبتلحقها بحاجه من 3، بتجيب وراها حاجه من 3. ستيبل اوتلوك نظره مستقره، يعني انهم مش متوقعين تحسن او تراجع في الشهور اللي جايه، او ببوزيتيف اوتلوك او نظره ايجابيه، وده معناه ان احتمال كبير يرفعوا التصنيف الائتماني خلال الشهور الجايه، او بنيجاتيف اوتلوك او نظره سلبيه، وده معناه انهم غالبا هيخفضوا الائتمان خلال الشهور اللي جايه. اللي لازم نفهمه كناس بتبص على البيزنس ادمنستريشن، ده مش بس رقم، ده تراست انديكيتور او مؤشر ثقه بيأثر جدا على الاستثمار الاجنبي واسعار الفايده وحتى على سعر الجنيه. يعني كل ما تصنيفك يعلى المستثمرين بيجوا والدوله تستلف طبعا بفوائد اقل. كان معاكم حمدي جد الله والمعلومه وصلت، استنوني في معلومه جديده ان شاء الله تفرق معاكم في شغلكم وحياتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد.